السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. سنة سعيدة عليكم يا رب. النهاردة هنعمل البيتزا. طبعا البيتزا كلنا بنحبها، ما بيختلفش عليها اتنين. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. وكل مقاديرها هتبقى موجودة معانا في البيت، وفي نفس الوقت كمان هتطلع معاكي ناجحة ومن أول مرة. شوفوا، تبقى طرية كده من بره ومن جوه، وهشة وجميلة وقطنية من جوه. أنا عاوزة أوري يعني منظرها تحفة، وإن شاء الله هتطلع 100% معاكي من أول مرة. أول حاجة المقادير بتاعتنا، ده كيلو من الدقيق. حطيت عليها معلقة صغيرة مليانة من الزعتر، ومعلقتين كبار من الخميرة، ومعلقة كبيرة بصل بودر، ومعلقة كبيرة سكر بودر. أنا حطيت هنا السكر بودر، ونص معلقة صغيرة من الملح. وهنقلب المقادير الجافة مع بعض. بعد كده هنعجن بمية دافية. هنحط المية شوية شوية علشان العجين ما يعني العجين الدقيق ممكن ما ياخدش كمية مية كبيرة. فهنقل اي حاجة هنعجنها، اي عجين هتيجي تعجنيه يبقى فيه سوائل، لازم تحط السوائل بالراحة لحد ما تلم العجينة معانا. هنفضل نعجنها كويس كده، هي تاخد من 4 ل5 دقايق عجن. كل ما تعجني العجينة كويس، كل ما البيتزا تطلع معاكي حلو، هشة ونفشة وجميلة. هنعجنها كويس لحد ما دي يتلم معانا، والعجينة كلها تتلم. وهنحط من 3 ل4 معالق زيت، ده في الاخر عشان نلم العجينة، عشان العجينة بتبقى طرية وهتلاقيها بتلزق في ايديكي. بس في الاخر انت هتتلم معاكي زي ما احنا شايفينها كده. بعد كده بنشيلها. زي ما قلتلك لازم نعجنها شوية كده من 4 ل5 دقايق. بعد كده في نفس البولة هنحط فيها حبة زيت، اي نوع زيت. انا حطيت زيت ذرة، عاوزة تحطي زيت زيتون، اي نوع زيت براحتك. بعد كده هندهن البولة كويس. بعد كده هنحط العجينة زي ما احنا شايفينها، جميلة وطرية، تحفة تحفة، وما خدتش هتاخد مننا وقت نهائي. بعد كده بنحط برضو عليها كده حبة زيت عشان تبقى طرية، وهنحط عليها فوطة او تحطي عليها استرتش وتحطيها في فرن البوتاجاز. هنا دي بقى صلصة، دي صلصة طماطم بتاعة المكرونة. انا كنت عندي صلصة طماطم بتاعة المكرونة، وحطيت عليها معلقة صغيرة من بصل البودر، ومعلقة برضو صغيرة من الزعتر. وحطيت عليه حبة زيت زيتون، دول زيت زيتون، عاوزة تحطي زيت عادي براحتك. وهنقلبهم كويس كده. وهنحطيت برضو عليهم حبة فلفل اسود، وهنركنهم. دول هندهن بيهم. دي طبعا العجينة بعد ما خمرت هنفضي منهم الهوا زي ما احنا شايفين. شوف العجينة جميلة معانا ازاي، وطرية ومرتاحة وجميلة قوي معانا ازاي. طالما احنا يعني عجنتيها كويس، العجينة تطلع معاكي كويس. انا هنا هعمل من الكيلو هعمل 2 بزيتين كبار اللي هم لارج، وهعمل اللي هم وسط هعمل 8 بزيت وسط. من الكمية دي ممكن لو انت عاوزة تعملي كلها لارج، ممكن تعملي 5 كمان مش 4. 4 بزيات كبيرة، يعني ما شاء الله تطلع لك ال4 أو ال5 بزيات. يعني مش قادرة أقولك هيكلفوكي كام لما تجيبوهم من بره. بعد ما قطعناهم زي ما احنا شايفين كده وارتاحت شوية، هنبتدي نفردهم. انا هنا هفرد البيتزيات اللي انا قلتلك اللي هي الوسط اللي انا عاملاها. انا هنا هفردها 1 سنتي، يعني هخلي سمكها 1 سنتي. لو انتي عاوزاها رقيقة، انا بحبها نافشة اللي هي زي البيتزا الامريكاني. لو انتي عاوزاها زي البيتزا الايطالي ورقيقة شوية، هتعمليها نص سنتي. مش مهم الفرد، طريقة الفرد دي في ايدك، انما العجينة الاساس هي واحد، وهي تبقى الطعم خرافة. بعد كده هنعمل اللي هي الكبيرة، هنعجنها هنعجنها هنفردها. هتفرديها بايديكي او بالنشابة زي ما احنا شايفين كده. وهنجيب الصينية هتكون دهنينها دهنة كويسة قوي بالزيت. وبعد كده هنحطيها في الصينية، وهتكملي بقى فرد على قد الصينية بالظبط. بعد كده نخرمها كده بالشوكة عشان ما تنفش زيادة عن اللزوم. بعد كده هندهنها بالصلصة. الصلصة دي على فكرة هتخلي طعمها حلوة جدا. جربوها وان شاء الله تدعولي. لو بتتفرجي لحد دلوقتي على الفيديو، ما تنسيش تحطي اللايك. بعد كده دي انا حطيت ده فلفل مقطعه مكعبات، وطماطم بنشيل قلب الطماطم وبنقطعها مكعبات عشان الميه بتاعت الطماطم ما تخليش العجينه تطرى معانا. بعد كده انا هعملها بميكس جبن. انا عندي ميكس جبن. بعد ما حطيت الفلفل والطماطم هحط عليها الميكس جبن. وبعد كده هحط في الاخر الجبنه الموزاريلا. مش عاوزه اقولك طعمها تحفه قد ايه، جميله.
والبيتزا بالجبنه او يعني بالميكس جبن دي طعمها خرافه. انت عندك بقى اي حاجه فاضله في التلاجة حطيها، عاوزه تحطي زيتون، عاوزه تحطي لانشون، بسطرمه، لحمه، فراخ، الطعم اللي بتحبيه اعمليه. وهنا بعد ما خرمنا برضو البيتزات الصغيرة حطيت الفلفل، الصلصة والفلفل نفس التانيين بالظبط، بس هنا ما حطيتش ميكس جبن، انا حطيت جبنة موتزاريلا على طول. وطبعا قايده الفرن ومسخناه قوي. بعد كده بندخلها في فرن سخن لمدة 10 دقايق، وبتطلع زي ما انت شايفاها كده على درجة حرارة عالية. هتطلع مستوية من تحت من فوق، مش هتحتاجي تسويه. ولو فرنك ما سوهالكيش، سوهالك من تحت بس ومن فوق لا، مش مستوية كويس، ممكن تحطيها تحت الشوايه. بعد كده طلعت، انا عاوزه اوريكي يعني انت شايفاها من الجنب، وهوريكي العجينه عامله ازاي، وهشه وطريه جدا ومستويه وقطنيه، جميله جميله، والطعم خرافه، الطعم فظيع. ان شاء الله هتجربوا الطريقه دي وهتنجح معاكم من اول مره. وعاوزه دعوه حلوه كده منك. هنا انا عملت الصينيه دي او البيتزايه دي، انا عملتها رقيقه، مش رقيقه يعني وسط، اللي زي البيتزا الايطالي. هنا عملتها زي الامريكاني، انا بحبها منفوشه كده. شوفي المنفوشه عامله ازاي، ودي برضو عملتها منفوشه. لو عاوزه ترقيها عن كده براحتك، ممكن ترقيها عن كده. بصي عامله ازاي مستويه وطريه. وبصي انا لما افتحها لك من جوه طريه وقطنيه ولونها حلو ومستويه وجميله جدا. ولو عندك حفله او عيد ميلاد او اي مناسبه وعملتي ميني بيتزا، هتطلع لك كميه كبيره جدا، وهتبقى احلى وانضف من بره واطعم من بره والذ مليون مره. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ومع الف سلامه.